السلام عليكم، معكم مهدي في فيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو نحاولوا نهضروا ديريكتومون على السيلز كول وعلى الكلوزين ديال البوتنشال كلاينت اون جينيرال. انا متاكد دابا حاليا ان بزاف كيعرف انه اوتريتشي. الا مازال ما كتعرف شنو هو الاوتريتش ولا البروسبكسيون، دخل لاشين يوتيوب وشوف فيديوهات اللي كنهضروا فيها على هادشي. وكاين واحد الفيديو في يوتيوب اللي كنهضروا فيه على الاوتوميشن ديال انستغرام دي ام، بيان سور بالغرض ديال الاوتريتش. هادشي باش نشرح لك باللي اي سيستيم ديال البروسبكسيون اولا ديال الاوتريتش ممكن انه يتوتوماتيز، وخاصو يتوتوماتيزا في اسرع. اللي مازال ما تيعرفش هاد الكلمات وهاد لي تيرم ديجا هضرنا عليهم فيديوهات اللي فاتوا، دونك دخل لاشين شوف كاع الفيديوهات اللي كيهضروا على الاس ام ام باش تقدر تواكب معنا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايين. دونك هاد الفيديو كما قلت عارف بزاف كيعرف اوتريتشي، ولكن انا متاكد ان بزاف ما تيعرفش كلوزي، اولا نمشي معاك كاع بعيد ما كيعرفش غير يدير السيت اب ديال الميت ديالو مع الكليان. كاين بزاف ديال المشاكل اللي كيبانوا، كاين كاع الكليان اللي كتعيط ليه وكيقول لك حقا انت هو فلان اللي كدير هاد القضيه، انا راه مشغول اليوم خليه حتى الغدا، غير باش توري ليه السيرفيس ديالك كاين مشكل. وهادشي علاش نديرو هاد الفيديو. الا بقيتي حتى الاخر غادي نعطيك سوم تيبس في السيلز كولز اللي انا بيرسونيلمون دوزت فيهم بزاف المده باش يلاه صلحتهم، ولا غادي تقدر تطبقهم حاليا وتفهم البسيكولوجي او الاستراتيجي اللي غادا من مور داك السيلز كول. هو راه ماشي فقط اتصال عادي غادي ديرو مع واحد السيد، ولكن انت كتحاول تاخذ منه دو لا فالور، وبيان سور باش تعطيه انت اون ايشونج دو لا فالور، ولكن كتحاول انك تاخذ من عنده الفلوس. دونك اون فان كونط راه هو غادي يعطيك فلوس اللي غادي يخلصك بهم باش ياخذ لا فالور من عندك. دونك ماشي اتصال عادي، ماشي ميت عادي، وماشي بحال اللي كتهضر مع الاصدقاء ديالك في التليفون. دونك اجي نهضروا مزيان على هاد السيلز كول كيفاش كاين وكيفاش كيدوز. بيرسونيلمون انا الدراري باش نعطيك غير واحد النبذه وخلاصه، هو انني دوزت بزاف ديال الاخطاء في الكولز وفي الكلوزين اون جينيرال. يعني بديت من الكلوزين بواحد الثمن اللي هو رخيص، من بعد الميديوم الهاي تيكت الحمد لله، ولكن فهاد المسيره ديال الكلوزين تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج، وكانوا بزاف ديال الاخطاء عندي، وبيان سور مازال كنطور راسي فيهم، واللي مازال عارف الاخطاء اللي مازال كنديرهم ولا غادي يقدروا يربحوك بزاف ديال الوقت. دونك درت لي بريزونطاسيون، لي بروبوزيسيون، سيلز كول تقسم على جوج على ثلاثه، درت كاع لي ستيبس الممكنه، شويه فهمنا سايكولوجي اللي دايره من بعد الكول، استراتيجي ستيبس كيفاش نكونترولي الكول ديالي. وهادشي اللي غنشوفو ان شاء الله في هاد لا فيديو، سورتو حتى الاخر انا ننصحك باش تبقى منه، حيت ندروبي سون فاليوز اللي غادي فريمون ينفعوك. انا كنقول باللي ما كاينينش كاع في اليوتيوب المغربي، سو نبارطاجيو هاد القضيه هادي مع كاع الدراري المغاربه باش كلشي ليفلابي ان شاء الله في الاعوام القادمه. سريعا، اول حاجه الدراري هو حاول تفهم المايند سيت والبسيكولوجي ديال الكليان المغربي. نسبه قليله اللي عندها درايه كبيره بالديجيتال ماركتينغ واللي كتعرف السيرفيسز مزيان اللي كاين فيه. كاين اللي كيعرف الكومونتير وكيعرف انستغرام وفيديوهات وصافي، ولكن ديجيتال ماركتينغ وشنو ممكن انك تخرج منه كريزولطا، بزاف ديال البيزنس اونرز اللي عندهم مشاريع واللي مشاريع اللي هي مهمه ومزيانه وكبيره، ولكن ما عندهمش درايه كبيره بالديجيتال ماركتينغ. وهادشي اللي مفهوم حيتاش دومين اللي باقي جديد واللي يلاه كيدخل وكيتفتح دابا الحمد لله في المغرب بالمساعده ديالنا. دونك ما عارفش مزيان على لاندستري، اوتوماتيكمون شاك ماشي فيك ولكن في لاندستري وشنو ممكن تقدم ليه، وبيان سور السيرفيس ديالك اللي كنهضروا عليه من بعد. وما تايقش بزاف شنو ممكن انه يكريي في الديجيتال، حيت شي حاجه اللي ما ملموساش. دونك كاين بزاف ديال الامور اللي نيجاتيف اللي كدور لهاد الكليان في راسو في كل ما يتعلق بيك بالسيرفيس ديالك، الفالور اللي غتقدم ليه. داكشي نقدروا نقولوا ما واضحش وما مفهومش مزيان في العقليه ديال هذاك بوتونشيال كلاينت اللي انت بغيتي تهضر منه. وهذه اهم عامل خاصك تركز عليه. ما بين الحوايج المهمه اللي غادي يدوروا في السيلز كول ديالك مع هذا البوتنشال اولا في الميت اللي غادي تتلاقى به هو الثقه. والكليان المغربي كيطمح للثقه اكثر من السيرفيس والارقام وداك المسائل اللي هي التكنيك اللي غادي تقدر تقدم ليه. دونك الثقه عامل كبير، وهادشي علاش كنقول لكم دائما في الفيديوهات حاول انك تمشي تتلاقى بالكليان يعني فاس فاس، ويكون ميت اللي هو ديريكت. وانا كنهضر دابا حاليا مع الناس اللي هما يلاه بادين، وهاد الحاجه هادي مهمه الدراري نحاول نركز عليها دابا، حيت شفت بزاف ديال الفيديوهات ديال الناس اللي كيقول لك باللي خلي الكليان هو يجي عندك، الكليان ماشي مهم، هو الا ما بغاش يخدم معنا حنا ما نخدموش معاه، غادي يصدع لك راسك. هادشي يقدر يطبق عليك الا عندك بروفن برودكت وعندك برودكت اللي انت خدام عليه واللي كيديليفري الريزولت وعندك اكسبيرينس في الدومين. هذا الميساج هذا خاص للناس اللي لا بادين. انت اللي خاصك تمشي عند الكليان وتحاول انك تلاقى به فاس فاس باش تحاول تكري مع داك الانجيجمنت ويشوفك
في الحقيقه في الواقع كاين تقدر دير الاوتريتش سيلز كول الميت في زوم او لا اونلاين، ولكن انا نصيحه من عندي الا مازال ما كلوزيتي حتى شي كليان حاول انك تتلاقى به اون فوا تهضر معاه في الكول. غدا انا غادي ندوز عندك المحل او لا فين نتايا كاين، غدا ندوز عندك نتشاوفوا ونهضروا في هادشي مزيان. انا كنهضر دابا في المرحله ديال البروسبكسيون باش تقدر انك تجيبو عندك الميت، واللي هو اللي غنهضروا عليه في هذا الفيديو كيفاش تكلوزي من الميت انه يشري من عندك. ولكن الهدف ديالك في داك الاوتريتش هو انك تقول ليه اجي نتلاقى. هذه القضيه مهمه بزاف. في الاول خاصك انت فقط تكلوزي امور ديال الاوتوريتي وان الكليان هو اللي محتاجك حتى كيولي عندك واحد البروفن سيستم ولا واحد الحاجه اللي كديليفري ريزولتا. يعني انت سيغ متاكد باللي الكرياسيون دو كونتوني اللي غادي تقدم ليه مينيموم غادي تطلعوا ب 10000 فولورز في الشهر، واللي انت ضابط ليها الحساب وعارف مزيان الترندز اللي غتخدم عليهم، امور كامله اللي مضبوطه. وهذا الشيء كامل غادي يجي من الاكسبيرينس. ديك الساعه الكليان هو محتاجك انت ما محتاجوش. سو هذا الباور دايناميك خاصك تكونتروليها مزيان، وخاص تعرف فريمون القيمه والمستوى ديالك منين انت يلاه بادي. راه ماشي مشكل بزاف ديال البيزنس اونرز في المغرب والحمد لله اللي كتلقى عندهم اكسبيريونس كبيره واللي حتى هما بداو من الزيرو يقدروا يثيقوا فيه. دونك هذا الباور دايناميك ديال انك نتايا تبريزونطا كشي واحد اللي هو عارف. دابا كنشوفوا الديجيتال كلشي ولا بغى يكون اكسبير، يعني في 6 شهور الانسان كيولي اكسبير في الماركتينغ. هاد الامور هادي تقدر تشكل لك عائق كبير في المايند سيت اللي انت غادي به في الكول او لا في الميت. سو حاول تمشي عند الكليان باور دايناميك تقاسم انت وياه. راه الكليان تيبقى كليان وانت محتاجو وخاصك تكلوزي. من بعد ان شاء الله تخدم على البرودكت ديالك، وديك الساعه تقدر تلعب شويه على الاوتوريتي وتلعب على الباور دايناميك، ونقدر نقولوا ان الكليان هو محتاجك باش تقدر ديليفري ليه نتايا الريزولتا، وانك ما بين القلائل اللي يقدر يديليفري داك الريزولتا. دونك هذه القضيه مهمه. انا الدراري كنهضر معكم بيرسبكتيف ديال واحد الانسان اللي هو دوز هذا البروسيس كامل الاس ام ام دو ا زد واحد المده اللي طويله بكلشي ديالها. دونك تنهضر على سيلز كول اوتريتش بروسبكشن سيرفيس ديليفري. دونك عارف كل اندستري ولا كل اكس في الاس ام ام والدور ديالو، وسورتو اللي له بادي المرحله اللي فيها نتايا ديجا كنت فيها. دونك انا ماشي واحد الانسان اللي هو متخصص في السيلز او لا متخصص في السيرفيس ديليفري مثلا ولا الاوبريشنز او لا البيزنس مانجمنت، ولكن قدرنا اننا نشوفوا كاع الخبايا ولا كاع سمول ميستيكس منين كتكون يلاه بادي في الاس ام ام. وهادشي اللي كنحاول انني نديليفري لك في هاد لي فيديو، وكنهضر معاك في الرياليتي وفي الواقع انك تحاول تبريزونطي راسك ماشي كاوتوريتي، سورتو اللي يلاه انت بادي. غنهضروا على الستركتور ديال الكول كيفاش غادا تمشي، وبيان سور تبين الليدرشيب ديالك، ولكن ما تمشيش انك يعني بيزنس اونر وانت ما عمرك كلوزيتي كليان. باش نكون معاك صريح، الامور اللي كتدور في الميديا واللي كتبوستي الايغو ديالك والموتيفاسيون ديالك راه ماشي ضروري انها كتكون صحيحه وعندها ارتباط مع الحقيقه. القضيه مهمه حاولت انني نقولها لك من ديبار الفيديو باش انك تكتسبها وتفهمها وتحاول يعني تفهم شنو بغيت نوصل لك. اهم حاجه هو انك تمشي تلاقى بداك الكليان. الا بغيتي تكلوزي، الا ما عمرك كلوزيتي كلاينت سير تلاقى به، وخلي الكولز هما هي مرحله باش انك تلاقى به، اولا الميتس مرحله باش انك تلاقى به، ولكن دائما قول ليه اجي نتلاقاو. ثاني حاجه وهذا الشيء فقط مقدمه للفيديو بيان سور، هما الاوبجيكشنز. هاد الحوايج هادو الاوبجيكشنز خاص ضروري تكون عارفهم قبل ما تلاقى بهاد الكلاينت. انا نقدر نقولهم لك عامه بالنسبه للكليان المغربي. الاوبجيكشنز اللي كاينين هي ما عنديش فلوس، يعني ما عنديش هاد الميزانيه اللي عطيتيني، بلاتي ونرد عليك، شنو الضمانه ديالك باش انك تجيب ليا وديليفري ليا الريزولت. دونك 3 ديال الاوبجيكشنز انا ما كرهتش الا ممكن تكتبهم كبار وتعلقهم في شي بلاصه ولا البيت ولا في المنزل ديالك، واللي تبقى تشوفهم كل نهار وتقول كيفاش نقدر انني نقنع واحد السيد من انه يقول لي ما بقاش عندي الفلوس او ما عنديش فلوس، او لا شنو الضمانات باش انه يولي يخدم معايا. وديما فكر في شي طريقه جديده اللي تقدر تقولها في الميت وتقدر تيستيها بيان سور. مي هادو 3 الاوبجيكشنز اللي هما معروفين بزاف واللي بوتونسيالمون تقدر تسمعهم من عند هاد البوتنشال كلاينت. نقدر نقول لك بواحد النسبه ديال 80 حتى ل 90% من غير الا كان عندك بروداكت اللي هو فريمون بروفن وكتعرف انك تبيعو. هذاك الشيء علاش الدراري كتجي واحد المرحله مهمه، هي انني نكري واحد العلاقه مع الكليان. العلاقه والسيريوس ديالك اهم بكثير من الكوتي تكنيك والارقام وداكشي اللي غتقدم ليه. وانا عاوتاني كنعاود ناكدها، كنهضر مع الناس اللي هما يلاه بادين وخاصهم يكلوزيو كليان باش يبداو الخدمه.
كليان ولا جوج ولا نقولوا حتى 5 ديال الكليان ديالك الاولين وسورتو في المغرب. دونك حاول دائما تكري علاقه مع الكليان، عوض ما انك تقدم ليه السيرفيس كارقام ولا كشي حاجه اللي غنبيعها لك، انت عطيني غير الفلوس ديالك. الا شاف فيك سيريوس ولا شاف فيك انك امباتيك، يعني باغي تتعامل معاه وباغي تكبر ليه داك البيزنس ديالو، ولا كاع ما عارفش بزاف ديال الحوايج قادر انك تتعلم وتكتسب المهارات باش تقدر تخدم عليهم، ولكن هذه مرحله مهمه تقدر تركز عليها اكثر من الارقام والكوتي تكنيك اللي انت ممكن تخدم عليه واللي ممكن بيان سور تطوروا من بعد. دونك دابا نحاول ندخل معاك الستيبس كيفاش بريباري لهاد الكول ديالك او لهاد الميت ديالك باش تكلوزي هاد الكليان. اول حاجه واللي هي مهمه بزاف هي دير الهوم وورك ديالك ولا التمارين المنزليه ديالك. الا غادي تمشي تتلاقى بواحد السيد، خاص تدرس مزيان الكومبيتيشن ديالو والاندستري ديالو وتشوف كاع الامور اللي محتمل انك تكريها واللي كتعرف ديرها مع داك الكليان. دونك دير دراسه معمقه على الاندستري ديالو، عليه هو البوزيشنمون ديالو وسط ديك الاندستري اين نيفو كاين، وعلى الكومبيتيشن يعني الناس المنافسين شنو كيديروا، كانت شي منافسه كبيره ولا صغيره، المهم خاصك تعرفها وخاص تعرف الامور شنو كاينه، كيفاش كدور، كيفاش كتروج في ديك الاندستري. ثاني حاجه وجد اسئله اللي هما مفتوحه، يعني ما كيساليوش باه ولا لا، على البيزنس ديالو. منين كيجيب الكليان، طرق باش كان كيجيب بها الكليان من قبل، واش فايت تخدم الديجيتال ماركتينغ، واش فايت تخدم مع اجنسي من قبل، واش فايت لونسا الادس مثلا، واش فايت كريا الكونتوني وكيفاش دار ليه، كيفاش كريا هذا الكونتوني، وكيفاش كانت ليكسبيريونس ديالو مع الديجيتال وشنو كيعرف عليه اون جينيرال، وواش هو مستعد باش انه يبوسي البيزنس ديالو في الديجيتال ويخدم عليه. دونك انا عطيتك غير امثله اللي غتقدر تكتبهم وتقيدهم، ولكن الامثله اللي هما كبار بزاف واللي يعني كيتناسبوا مع كل اندستري. المهم فهمتي المغزى هو انك تكتشف البيزنس ديالو اكثر. دونك هذه هي الخطوه الاولى، دير الهوم وورك ديالك ووجد الكويشنز ولا الاسئله اللي انت غادي تسول هذا الكليان، يكونوا كويشنز اللي هما فيهم الهضره، يعني تقدر تكري منهم كونفرسيشن. واش لونسيتي مثلا الادس هذه شهر شفتك لونسيتي الادس، دونك قول لي كيفاش كانت الاكسبيريونس ديالك مع الادس اللي شفتك لونسيتيهم العام اللي فات، وهنا تخليه يهضر ويفسر اكثر الاكسبيرينس ديالو مع الادس. ثاني حاجه الدراري هو انك تكونترولي الكول ديالك اولا الميت ديالك مع داك الكليان، انت هو اللي يكون كيكونترولي داك الديسكاشن كامله اللي بيناتكم. وكنعاود نقولها عاوتاني مره اخرى، هادشي ما كيعنيش انك تجي بواحد لوطوريتي وانك طالع شويه على الكليان. اوكي، انت هي اللهبادي باغي تكلوزي، شنو كنعني بانك تكونترولي؟ هو حاول دير ستراكشر ديال السيلز كول ديالك واللي غادي تهضر مع الكليان من الديبار، اللي غادي تكون واضحه وباينه في هذا الكول اولا في هذا الميت. ها علاش غادي نهضروا في الاول، ها علاش غنهضروا في الثاني، وفي الاخير ها باش غادي نساليو. دونك حاول تقاد ستراكشر ديال الكول ديالك كامله واللي غادي تبريزونطيها للكليان. مثلا منين يلا غادي تتلاقى به اولا اول كول ديالك معاه، حاول باش تكري واحد العلاقه، ما تهضرش نتايا كاع على الديجيتال، هضر على المدينه فين ساكن، المحل ديالو، الموقع ديالو، فين جيت كليت في هذه البلاصه هذيك النهار، ديما كندوز من هذه البلاصه هذه وديما كنشوف يعني المحل ديالك كي داير الجو عندكم، يعني امور اللي ما عندهاش علاقه بالبيزنس، غير باش تكري وباش طيح ديك لاتونسيون ديال انا راه جاي لهاد الكول باش نبيع ليك. دونك حاول تامباتيزي ودير واحد الجو فريندلي. دونك حاول تهضر معاه في امور اللي متعلقه بالحياه ما متعلقاش كاع بالبيزنس. ثاني حاجه غتقول ليه باللي هاد الكول هذا بيان سور غنجيو نهضروا على الديجيتال ماركتينغ، انا بغيت نكتشف اكثر البيزنس ديالك، عندي بزاف ديال الاسئله اللي هما متعلقين بالبيزنس ديالك، درت واحد الغوشيرش عليك، شفت الاندستري كامله مزيان وما كرهتش انني يعني نتجاوب انا وياك ونسولك هاد الاسئله باش نقدر نفهم مزيان يعني المشاكل اللي عندك وشنو فريمون نقدر نعاونك فيه وكيفاش نقدر نعطيك بوكو بلوس دو فالور الا هادشي كان ممكن بيان سور. وفي الاخر ديال الكول انا صوبت لك واحد لا بروبوزيسيون، وبين قوسين اللي ما كيعرفش شنو هي بروبوزيسيون يمشي يشوف فيديوهات اللي من قبل هضرنا على هاد القضيه مزيان. دونك صوبت لك واحد البروبوزيسيون اللي فيها الثمن وفيها السيرفيس اللي ممكن انني نخدم معاك فيه، وهادشي جاي من الهوم وورك ومن التمارين المنزليه اللي درتي واللي غادي نقدر نناقشهم معاك في الاخر ديال الكول. دونك الكليان كيكون عارف راسو اولا البوتنشال كلاينت كيكون عارف الكول كيفاش غادي يدوز، غادي يسولني اسئله، غادي نهضروا انا وياه مزيان، تقدر تقول ليه باللي حتى انت الا عندك اسئله في الماركتينغ تقدر تسولني في اي وقيته، ومن بعد
ليطاب الثانيه غادي تقدر تهضر ليه على الاوفر ديالك ولي سيرفيس وعلى شنو كتقدم اكزاكتومون. هادشي بيان سور تقدر تويكي، انا عطيتك واحد ستراكشر اللي هي بازيك واللي بيان سور تقدر تزيد فيها بزاف الامور، مي الاوفر كتكون هي الاخرى. تسولو على البيزنس ديالو كيكون هو الاول، هو باش كتبدا معاه، وغادي نقول لك علاش، حيت حتى شي حاجه ما غير هكاك في هاد السيلز كول. دونك ثالث ستيب هو في ديك ليطاب ولا الفاز الاولى ديال الكول، خلي داك البوتنشال كلاينت يهضر على البيزنس ديالو، خليه هو اللي يهضر بنسبه 70%. انت منين غتهضر يا اما غادي تسولو يا اما غادي تبريزونطي الاوفر ديالو. دونك خليه يهضر ماكسيموم على البيزنس ديالو. تقدر تسولو اسئله اللي يقدر يبين فيهم الاوبجيكشنز ديالو، وهاد القضيه مهمه، هو ان البوتنشال كلاينت خاصو يجبد لك الاوبجيكشنز اللي هضرنا فيهم في الاول ديال الفيديو، خاصو يجبدهم في الوسط ديال الكول، ماشي حتى الاخر منين تبريزونطي ليه الاوفر. حيت الا بريزونطيتي ليه الاوفر وسالب اوبجيكشنز ديال راه ما عنديش فلوس ولا من بعد رد عليك، فهنايا صعيب باش انك تعاود ترد داك الكول، او لا الجواب هو واضح وباين في داك الميت. دونك نسولو ماكسيموم ديال الاسئله على البيزنس ديالو، على كل ما يتعلق بالديجيتال وبالعلاقه ديالو بالبيزنس ديالو، اكسبيرينس ديالو اون جينيرال، واش فايت شاف هذا الكومبيتيتور، شنو النظره ديالو على الديجيتال وعلاش مازال ما بداش حتى شي خطوه في الديجيتال الا كان مازال ما بداش. هكا غادي يقدر يبين لك ديريكتومون الاوبجيكشنز اللي غادي تقدر تحلهم في هذا السيلز كول. وهذه هي اهم حاجه، هو ان الكليان يعترف بها ويعترف باللي ما بداش الديجيتال ماركتين حيتاش ما عندوش فلوس بزاف، حيتاش هو كيركز في العامل المادي اكثر من لا فالور مقارنه بالكومبيتيتور ديالو اللي انفيستي واللي كيوصل لواحد العائدات اللي هي مزيانه. ما عندوش الوقت، وهادشي فين غادي تجي نتايا غادي تعاونو وغادي تحيد ليه داك التماره كامله ديال الخدمه في الديجيتال ماركتين اللي ما غاديش يعرف يصاوبها بروفيشنالي. ما عندوش درايه كبيره وانت اللي عندك الاكسبرتيز، خليه هو يقول لك هادشي وهاد الاوبجيكشنز من عنده باش انت تكونفيرميهم في الكول. وتقدر تقول ليه بلي انا عارف ما عندكش الاكسبرتيز، انا عندي الاكسبرتيز، انا عارفك ما عندكش الوقت، انا عندي الوقت وهذه هي الخدمه ديالنا، انا عارف بلي ما انفستيتيش من قبل، يمكن ما كنتيش كتشوف لا فالور، ولكن هاد لا فالور هي اللي غادي نجيب لك. دونك هاد القضيه مهمه بزاف. الكليان يهضر بزاف وتحاول تاكستراكتي الاوبجيكشنز ديالو في الاول ديال الكول، ماشي في الاخر ديال الكول من بعد الاوفر، حيت انت اللي غادي تخسر الا بريزونتيتيهم في الاوفر ولا من. دونك رابع ستيب هي منين غادي دوز تشد الاوبجيكشنز اللي هضر عليهم في الكول واللي هما مشاكل واللي غادي تحولهم كسولوشن اللي غتقدمها واللي هما لي سيرفيس ديالك. دونك كتقول ليه انت قلتي باللي ما عندكش الوقت من قبل، دونك حنا خدمنا لهاد السيد، اولا تقدر تقول ليه حنايا نقدروا نحيدوا عليك هاد التماره كامله ديال الديجيتال بهاد البلون هذا اللي عندنا، واللي ما غاديش تحتاج دير حتى شي حاجه من غير انك تصور الكونتوني في يومين في الشهر كامل، واللي ديجا حنا نوجدوه ليك. دونك تحيد ليه الكوتي ديال ما عنديش الوقت بزاف باش نقدر نانفيستي. الا قال لك انا ديجا تيستيت في انستغرام وما كانش كيبان لي الريزولطا وانا ما تايقش باللي غيقدر يبان لي الريزولطا، تقول ليه انت قلتي لي من قبل باللي انك ما شفتيش ريزولطا في انستغرام، اجي نوريك واحد البروسيس اللي ديجا درناه في شهر واللي قدرنا نوصلوا لهاد الفولورز مثلا، او لهاد الريزولطا ديال ريتيرن اون انفستمنت، واللي درنا هاد ستيب وهاد ستيب وهاد ستيب. لي سيرفيس ديالك خاصهم يبانوا دائما كسولوشن للمشاكل، ماشي غنطلقوا لك الادز، غنصاوبوا لك الديزاين، غادي نديروا لك ويب سايت، ولكن خاص تهضر ضروري على النتيجه النهائيه ولا فالور اللي غادي تكريا، والبيرسيفد فاليو عنده هو خاصو يفهمها في العقليه ديالو. دونك حنا ماشي غنكرييو لك كونتوني غنجيو نصوروا فيديوهات، ولكن الهدف ديالنا هو في 30 يوم اننا نوصلوا لهاد الفولورز. باياش بهاد الكرياسيون ديال هاد الكونتوني، اولا مثلا نجيبوا لك دي انسكريبسيون، غادي نجيبوا دي انسكريبسيون اللي غادي يقدروا يتقيدوا منهم واحد 50%. كيفاش غنديروا ليها؟ غنجيبوا الناس باش انهم يكتشفوك بهذا البروسيس هذا ديال اللي يتقيدوا في هذا الفورم ويعمروها، ومن بعد نكونتاكتيوهم، وها كيفاش كانت الامور من قبل. دونك هذا الشيء مهم بزاف، هو ان الكليان خاص تكون عنده يشوف ويتخيل ديك الفاليو اللي غادي تقدر تقدم ليه، واللي هي عباره على سولوشنز لدوك المشاكل اللي هو غادي يطرح لك في الاول ديال الكول. لي سيرفيس اون جينيرال كل واحد كيفاش كيكتبهم ما عندهمش واحد اهميه كبيره الا باغي تكلوزي كليان. دونك كما قلت لك هذا سيلز كول، ماشي كتهضر كول عادي او لا ميت عادي. حاول انك تعطي ديك البيرسيفد فاليو والكليان يفهم مزيان
الترانسفورماسيون اللي غادي يدير معاك باش يقدر انه فريمون يزعم باش يانفيستي معاك. ستيب الخامسه الدراري، وهي انك منين غتبدا تهضر على الاوفر ديالك، اول حاجه البرايسين خاصو يكون واضح وباين. ها شحال غادي تخلص في هذه المده هذه، ها بشحال غادي نصاوبوا لك هذا البروجي. ديك القضيه ديال لي بلان مزيانه في الاول الا كنتي كدير الكونتنت كرييشن، ولكن انا كنصحك الا يلاه بادي حاول دير واحد البري اللي كيتراوح على حساب الخدمه اللي غادي تقدمها لكل كليان، واللي غادي يكون واضح وباين. غادي نخدموا لك هاد لي بوست هادو بهاد الثمن، ونزيدوا عليهم هادشي وهادشي هاد لي سيرفيس، وغيكون هاد الثمن هذا اللي غتخلصوا سوا بالشهر سوا دقه واحده. غادي تخلص اب فرونت هاد البيمنت هذا، هضرنا في هادشي الفيديوهات اللي فاتوا. غتخلص من بعد هاد الفيديو هذا، شوفوا فيديوهات من قبل باش تفهموا برايسين بلان اولا البيمنت كيفاش ممكن انك تصلحوا. مي الثمن ديالك خاصو يكون واضح وباين للكليان. دونك غادي نخدموا هادشي بهاد الثمن. انت عندك واحد السيرفيس مع واحد الانسان اللي غادي تقدم ليه واحد الخدمه بيرسوناليزي على البيزنس ديالو، دونك خاصو يكون عنده الامور واضحه وباينه، ودير برايسين على كل كليان. والكليان بيان سور والاندستري كتختلف والاثمنه كتختلف، دونك كاين بزاف ديال العوامل اللي يقدروا يعاونوك الا كان عندك ثمن واحد. ثاني حاجه، الا كان فريمون الثمن شويه ميديوم تيكيت وكانت الخدمه وكان الكليان يقدر يانفيستي، وانت بيان سور كلوزيتي سوم كلاينت من بعد، تقدر تخلي ليه الثمن وما تكلوزيش في داك الميت، وتقول ليه بلاتي نخلي لك واحد الوقيته فين تشوف هادشي مزيان. واحد الحاجه مهمه انك تبروغرامي معاه الكول الجاي اولا الميت الجاي اللي غادي تقدروا تلاقاو فيه. دونك منين غتسالي اوكي هذا هو البروبوزيسيون ديالي، هاكا خذها، فوقاش تبغي نتلاقاو السيمانه الجايه اين وقيته باش نقدروا نناقشوا هاد الاثمنه. دونك تعطيه فقط البروبوزيسيون تمشي في حالك وتبقى تساينو، وسورتو الا ما درتيش فولو اب هذا مشكل كبير. مي تقول ليه هالبروبوزيسيون نتلاقاو السيمانه الجايه نهار اثنين، انا نهار مثلا اثنين في الصباح غادي نصيفط لك فولو اب ونعاود نفكرك على التوقيت، وهكا غتكون قديتي يعني الاوفر ديالك وتقدر تناقشها معاه من بعد. الا جاتك شي اوبجيكشنز ديريكتومون في الميت الدراري، حاول تسول علاش. ما عمرك تحشم وتقول لا قال لي ما عنديش الوقت بلاتي ونرد عليك هادشي ما خدامش ليا، وتقول ليه صافي واخا سمح لينا ما كاين حتى مشكل وتمشي في حالك. ما عمرك تحشم وقول ليه واش ممكن نعرف علاش ما بغيتيش انفيستي. ما عنديش الفلوس. اوكي واش جاك الثمن غالي اولا لا فالور ما شفتيهاش كبيره وقادر انك تانفيستي فيها؟ حيت بيان سور ضروري خاصك تانفيستي الا باغي تكون عندك واحد العائدات. هو بيزنس اونر فاهم هاد الامور مزيان، دونك غيكون اغلبيه ما مقتنعش اولا ما فهمش مزيان البروسيس ديالك ولا السيستم اللي انت خدام به. دونك الغرض هو انك دائما سول علاش قلتي لي هاد الاوبجيكشنز. الا قال لك لا 80% ولا 90% غتسمع لا، قول لي علاش. يعني بغيت نعرف علاش. اتس فيري امبورطنت نكتشف يعني حتى انا نقدر نصلح راسي، خدمت معاك ولا ما خدمتش معاك، المهم بغيت نعرف انا علاش قلتي لي ديك لا. ما بين التيبس اولا النصائح اللي نقدر نقول لك اللي مهمه بزاف، اول حاجه الهضره ديالك تكون بروفيسيونيل. واخا كتهضر بالدارجه، كنهضر مع الدراري الصغار اللي هما عندهم 17 عام يعني قل اولا 18 عام، وبيان سور مرحبا بهم في هاد الاندستري، وكاين بوتونسيال عندهم كبير باش يطوروا من راسهم في هاد الاندستري، ولكن خلي اللونغاج ديالك بروفيسيونيل. دونك انت كتهضر مع واحد السيد اللي هو كبر منك اول حاجه، اللي عنده اكسبيريونس كبيره في البيزنس اون جينيرال عليك نتايا، و اللي بيان سور تقدر انت تكون عارف عليه في الديجيتال، ولكن دائما خلي اللونغاج بروفيسيونيل وما يخرجوش لك شي كلمات اللي موالف كتستعملها يعني في الحياه اليوميه ديالك. حاول تكيبيها بروفيشنال، واخا يكون اول كول ديالك حاول تطور راسك في هذه القضيه هذه حيت مهمه بزاف. ثاني حاجه ما تشرحش بزاف لي سيرفيس كما قلت، خلي الكليان هو يهضر. وثالث حاجه بيلدي رابور مع الكليان ولا البوتنشال كلاينت حيت دابا باقي ما كلوزيتيه. كما قلت في الاول الكول تقدر تهضر معاه على العائله ديالو، على الخدمه ديالو، على الفيل ولا المدينه فين ساكن، الجو كيفاش داير، وتحاول تكري واحد العلاقه معاه. حيت اون فان كونط هي يقدر يعطيك الفلوس ديالو، ولكن راه فريمون غادي تبني واحد البارتنرشيب اللي تقدر تدوم مده اللي هي طويله. دونك تبني علاقه مع الكليان ديالك مهمه ومهمه بزاف. هادشي اللي كاين الدراري في هذا الفيديو.
نتمنى تكون واحد الاستفاده، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي. تهلاو.